بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى اخوات في الدنيا وأحلى متابعين. شكرا على كل اخواتي وحبايبي المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني، وعلى راسي وجودكم من فوق حبايبي ما نحرمش منكم. أتمنى بس منكم فضلا وليس أمرا، والله اللايك مش بفلوس، لايك ما تبخلوش عليا باللايك. اشتراك في القناة لو القناة عجبتكم، ما عجبتكوش اعملوا ديسلايك مفيش مشكلة خالص. يلا بينا ندعي لبعض الأول ونشوف هنعمل ايه. نقول ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين، ويشفي كل مريض، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويفك كرب كل مكروب، ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين والناس اجمعين يا رب العالمين. قولوا امين. يلا بينا بقى نخش على الفيديو، عشان الفيديو ده انا كنت مجبوره عليه. انا كنت تحت تهديد السلاح يا جماعه. انا غصبوا عليا وقمت عملت لهم الكيكه دي بالليل. تمام. يلا مش عارفه اقول انا مسامحاهم ولا لا، بس يلا ربنا ربنا يهدي ولادنا وولادكم يا رب كده، وبألف هنا عليهم كل اي حاجه ياكلوها ويشربوها ونعملها لهم باذن الله. مادام عندنا خير ربنا الحمد لله. شوفوا وفرهاف. انا بقول لكم ان انا متهدده يا جماعه، يعني انا الوقت متهدده. تمام. هتعملي يعني هتعملي، وهتقومي تعملي يعني تعملي. يلا الحمد لله. هنا زي ما انتم شايفين احنا نعمل النهارده كيكه بالشوكولاته. زي ما قلت لكم الكيكه دي تحت تهديد السلاح، فمش مشكله. حتى جيت اشغل الخلاط لقيته شغال، كان هينطر الحاجات دي في وشي. هنا عندي كاكاوي خام اللي هي بقى الاسباني يعني، بس اهم حاجه بالله عليكم ما تجيبوها غامقه، لان دي غامقه قوي فبتديكي تقيله، فاهمني. المهم حطيت نور هعمل اللي هو الشوكولاته اللي هتتحط على وش الكاكاو الاول، اللي هو انا حطيت كوبايه زيت، كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه كاكاو، تاني كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه كاكاو، وكوبايه زيت. حطيتهم واضربهم في الخلاط لحد ما يعملوا له صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته اللي احنا هنعمل بول كيكه، وهناخده كمان نزين بو، بس انا لقيتها تقيله قوي فحطيت حبه لبن، يعني قولوا كمان حطيت شويه ربع كيلو. اللهم صل على النبي. مش مشكله عادي يعني. ربع كوبايه لبن كمان زي ما انتم شايفين كده. اعملي بقى التقل اللي انت عايزاه او السمك اللي انت عايزاه، بس عايزه اقول لكم ان ولادي بيعشقوه، يعني مش قادره اقول لكم. بلا تقول لي كيك بقى من بره، عايزه تعمليها جاتو لولادك في عيد ميلاد، تعملي طبقتين وتحطوهم على بعض، حاجه اقسم بالله هتشوفها في الاخر كده ما شاء الله اللهم بارك يعني. هنا بوريكم الخلاط تشوفوا تقيله ازاي والخلاط بيضرب يعني. زي ما انت عايزه اقول لكم بقى ان ولادي بيقعدوا ياكلوها كده، يعني هتشوفوا راه في الوقت وهي عماله تمص فيها. اعملوا بقى زي ما قلت لكم التقل اللي انتوا عايزينه او السمك اللي انتوا عايزينه، اي حاجه بقى انتوا عايزينها يعني. الشتا بقى عايز الحاجات دي يعني عشان نتخن كمان شويه، يعني احنا مش عارفين نسيطر على نفسنا، نعمل كمان كيكه. يلا الله المستعان. هنا زي ما انتم شايفين عملت، فقمت ماليه كوبايتين، كوبايه كبيره كوبايه صغيره اللي هحطهم بقى على الكيكه من فوق. تمام. خد الكميه اللي انت عايزاها بقى، والباقي هعمل بقى بقيه الكيكه، هزود عليه بقى واعمل الكيكه. تمام اهو. سبت بقى شويه كمان، قولوا كوبايتين كده في الخلاط. هحط بقى مقادير الكيكه العاديه بتاعتي. انا كان عندي 3 بيضات بس مش هحط لبن بقى، استعمل المره دي الزبادي. الزبادي بدها طراوه رهيبه. هنا حطيت 3 بيضات اهو زي ما انتم شايفين كده في الخلاط، على بقيه الصوص اللي باقي من اللي انا خدته، ان انا ازود ان انا هحطه على الكيكه من بره اهو. كيس فانيليا لكم بس معايا كده، والكيكه سهله جدا والله العظيم، وحاجه هتعجبكم. خلاص بقى انا ما عندش عايزه الكاكاو ده لانه تقيل قوي، فاللي عندي في الخلاط يكفي يعني. حطيت كوبايه سكر، وده ربع كمان يعني كوبايه وربع سكر. هحط كوبايه زيت، كوبايه الا ربع كمان زيت اهي، عشان المقادير اللي في الخلاط فيها زيت وسكر وحاجات من دي كمان. تمام اهو. هحط كمان معلقتين خل. هحط كمان كله على بعض. الزبادي رهف لازم تحشر نفسها في اللي ملهاش فيه اهو. هحط يعني اسمها علبة زبادي بس. خلاص كده خلاويص بقى. لو هي تقيلة قوي، بس هي مش هتبقى تقيلة. لو تقيلة معاكي زودي بقى لبن، زودي مية، مش مشكلة، اي حاجة هتمشي يعني. عايزة تزودي مية تزودي لبن اهو. شوفوا الخليط اساسا يعني سلس وطري وجميل ما شاء الله اللهم بارك يعني. رهف عايزة تلحس اللي علينا. يا الله المستعان ربنا يصبرني. هنا زي ما انتم شايفين هو اهم حاجه في الكيكه يا جماعه ضرب الخلاط ده، هو ده اللي بيعمل
بيخلي الكيكه خفيفه وهشه وجميله وزي الفل. الخلطه دي لو مضروبه كويس والبيض طلع الهواء اللي فيه والحاجه كلها اتضربت كويس قوي، فدي بتساعد على نجاح الكيكه. تمام تمام. هنا بقى بنمسح زي ما انتم شايفين كده، وهحط عليه الكيك شيف اللي انتم شايفينه قدامكم دوت. هنا بس كنت بلم الحاجه عشان نبدا على على نور كده. هنا جبت الطبق بقى او ايا كان بلاستيك اللي انت هتضربي فيه الكيكه اهو زي ما انتم شايفين كده. خلصت سبتها يجي 10 دقايق كده او 5 دقايق ربع ساعه زي ما انت عايزه بقى. شوفوا انتوا شايفه عامله رغاوي ازاي. الرغاوي دي بقى اللي بتساعد على ان الكيكه تبقى هشه من جوه ومش مكتوبه ومنفوشه وزي الفل اهو. شوفوا الخليط اساسا من قبل ما احط عليه الدقيق. هنا بقى كان معايا كيس دقيق، كنت جايبه كيس دقيق اهو، حبوبه يعني مش هنحبها ليه. المهم زي ما انتم شايفين انا هعمل 3 كوبايات دقيق، 3 مش ملانين علشان انا الصينيه يعني عشان حاطه كاكاو وحاجات والكده، فانا مش هحط ال3 مليانين. هنا جيت انخل الدقيق لقيته نضيف قوي، قلت والله ما انا نخله، يلا بقى نحط كده على طول. زي ما انتم شايفين انا حطيت كوبايتين، هقلب ولازم تقلبي في اتجاه واحد. هحط كيس كيك شيف وهجيب ذره ملح، ذره ملح كده اهو، وهقلب بقى على اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده اهو. لو هنكت في الفيديو عادي يعني عادي، انتوا واخدين عليا يعني والله العظيم. انتوا ما تفتكروش يعني ان الموضوع سهل او التصوير او المونتاج او الحاجات دي سهله بجد، لا والله، ده ربنا اللي معداها معانا كده بالبركه. المهم هنا زي ما انتوا شايفين كده اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم المستعان. هنا بقى هدوب بقى الدقيق زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، كله بقى لحد ما الدقيق يدوب. المهم الكيكه لا تبقى تخينه ولا تبقى سايله، يعني حاجه وسط كده اهو. اقعد بقى اقلب فيها كده لحد ما كل الدقيق دي يدوب كده، ونجيبي من تحت ومن فوق علشان يبقى مستوي، يعني ما يبقاش، ما هو دخليه دقيق هيطلع دقيق. شايفين شكل الكيكه اصلا من قبل ما تدخل الفرن. ممكن تحطها على فكره في مكعبات الكب كيك، هتطلع لك كب كيك عادي يعني مفيش مشكله. هنا بقى لقيتها تقيله شويه، فقمت جايبه في الشفشق زي ما هو كده، عشان كان في لسه بواقي شويه ميه كده بالراحه، وعملته وحطيتهم عليه بس. خلاص شفتوا الخليط عامل ازاي. جبت الصينيه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، رهبت بتناولني منديل عشان امسح الزيت. حطيت معلقتين زيت كده همسح الصينيه، انا ما بحطش دقيق ولا حاجه، وبتطلع من ارضيه الصينيه زي الفل. واهم حاجه عايزه اقول لكم ان الفرن يكون، ولا اول ما تبداي تشتغلي في الكيكه يعني الفرن تولعيه درجه حراره 200 180، سيبيه عالي. يعني الكيكه بتحب النار العاليه بس مش القوي يعني، وسطها كده. لازما الكيكه تحط على فرن سخن، مش تولعي الفرن وانت جايه تحطيها، لا مش هتقب معاكي، ومش المعجنات والدقيق يا جماعه عامه بيحب الفرن السخن. هنا زي ما انتم شايفين الكيكه بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديا وحياه عيني. هنا بقى خلاص هطلع الكيكه تقريبا بعد نص ساعه كده من بعد ما حطيتها من الفرن. بسم الله ما شاء الله، نايتي يا ولاد والله مره عسل. هنا زي ما انتم شايفين هسيبها تبرد بس شويه، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. سبتها اقولوا مثلا كده 10 دقايق. بعد ال10 دقايق ما بردت كده، الجو ساقعه برضو، جبت بقى هخرمها كده بالسكينه بخله باي حاجه عندك كده. تمام اهو. شوفوا بقول لكم ان هي ناشفه من جوه زي الفل، طريه هشه حاجه رهيبه. هنا بقى جبت معلقتين لبن كده، على فكره بيفرقوا بيفرقوا جدا جدا في الكيكه، بيدولها طراوه كده اكنك بتاكلي تورته، احلى من التورته والله العظيم اللي انت بتجيبها من بره والجاتوه. وعايزه تقطعيها تقطيعه الجاتوه مفيش مشكله. هنا زي ما انتم شايفين زقتها بس كده معلقتين لبن. جبت الشوكولاته اللي انا خدتها في الاول، نزقيها بقى. الله عليك يا عم الحاج، الله عليك. عايزه اقول لكم ان انت تاكلوا منها كده حاجه، كوبايه لبن، كوبايه شاي، كوبايه لبن، كوبايه شاي بلبن. الصبح تعملي بقى كوبايه قهوه وتجيبي قطعه جنبها. لا الموضوع كبير على فكرة يعني، والله الموضوع كبير. الله عليك يا عم الحاج. زي ما انتم شايفين كده بالظبط، كل حاجة بتتكلم عن نفسها. ممكن بقى تزينها لولادك بقى، اللي هو اسمه ايه، الشوكولاتات اللي هي الفرماسيه وايه كمان، والحاجات اللي هي الاشكال اللي بتيجي من عند العطار، الحلويات دي يعني. ممكن تحطي عليها حاجات كتير يعني، تزينها زي ما انت عايزه بقى. تبشري بسكوت وتحطيها عليه، تبشري بوريو وتحطيها عليه كده، اي حاجه بقى انت حره براحتك انت. تعالوا بقى نقطعها كده وناخد حته ناكلها وانتوا واقفين. ما قدرتش اقاوم والله العظيم، وقلت القطعه كلها من جمالها وريحتها بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يعني. خلي بالكم بعمل مقاسات اكن مهندسه،
باخد المقاسات يعني برفع المقاسات. هنا زي ما انتم شايفين كده قطعناها وروقناها وخليناها زي الفل. الله عليك الله عليك. امسحي ونضفي يا اختي. الكيكه كده حاجه تستاهل بقكم، حاجه بجد تحفه، لو جربتوها ولادكم هيعشقوها. بالليل كده وانتوا سهرانين في الشتاء دي بقى، قلت لكم حاجه دافيه كده وكلوها. حاجه عايزه اقول لكم، شوف ملبن، شوفوا طالعه عامله ازاي، سايحه ونايحه وحاجه كده يعني اختراع يا كوتش. عارفه الناس كلها عملتها يعني، بس هي حاجه مش اختراع، بس عايزه اقول لكم ان هي شوفوا. انا عايزه اقول لكم انا بقطع منها كده يعني كميه الطراوه والجمال والحلاوه. خلي بالكم واقفين حوالي وانا عماله اقول لهم مش مديالكم، انا بصور. خلي بالكم رهف والنبي يا ماما، النبي يا ماما. خد يا رب. عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش عايزه ابطل اكل بقى، بس اتحركت منكم يعني، قلت لا معانا الصينيه معايا يعني عادي اكل براحتي. هنا زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله. خلاص يا ست كفايه جوعنا تاني. يلا يا جماعه ادي الكيكه، اتمنى تعجبكم.